يعني ايه تريد اوفس؟ في مجال صناعة السوفت وير يا صديقي، التريد اوفس معناها بكل بساطة ان كل قرار تقني بتاخده غالبا بيكسبك حاجة وبيخسرك حاجة. مفيش حاجة اسمها مناسبة مطلقا، بس في حاجة اسمها مناسبة للسياق. يعني ممكن تبني فيتشر بشكل سريع جدا عشان تلحق ديدلاين، وده مكسبه سرعة التسليم. خسارته ان الكود ممكن يكون اقل في التنظيم، في باجز كتيرة، صيانته هتبقى اصعب بشكل كبير، وممكن تاخد وقت اطول وتكتب كود انضف باختيارات وتصميم احسن. وده مكسبه جودة اعلى وصيانة اسهل. خسارته وقت التطوير هيبقى اكتر، فبالتالي التكلفة هتزيد. وامثلة كتير بقى. تسلم بسرعة ولا تبني حاجة مستقرة تعيش؟ نعمل حل بسيط يحل المشكلة اللي معانا دلوقتي، ولا نعمل اركتشر مرن يستحمل تغييرات مستقبلية؟ نكتب كود اوبتمايزد ومرن، ولا نكتب كود سهل وواضح والفريق يقدر يعدل عليه؟ نزود خطوات حماية اكتر شبه التو فاكتور اوثنتيكيشن وقيود اكتر، ولا نخلي تجربة المستخدم اسهل واسرع؟ تستخدم سيرفر بسيط ورخيص يكفيك دلوقتي، ولا بنية اغلى تكفي الاف وملايين المستخدمين؟ المايكرو سيرفيس ولا المونوليث؟ المونوليث اسهل في البداية وارخص في التشغيل. المايكرو سيرفيسز تديك مرونة اعلى لما النظام يكبر، لكنها اعقد بكتير في النشر والمراقبة والتواصل بين السيرفيسز. سيكوال ولا نو سيكوال؟ السيكوال مناسب جدا للبيانات المنظمة والعلاقات الواضحة. النو سيكوال ممكن يبقى افضل في المرونة والسكيل في حالات معينة. يعني ببساطة لما حد يقول لك لازم تفهم تريد اوفس، ما يقصدش انك لازم تستخدم تكنولوجي معينة او اركتشر معين عشان هو ترندي. لازم تسأل انا بكسب ايه وانا بخسر ايه، وهل الخسارة مقبولة في المشروع ده ولا لا. البروجرامر الشاطر مش اللي يعرف ادوات اكتر بس، البروجرامر الشاطر هو اللي يعرف يختار الاداة المناسبة في الوقت المناسب بالمخاطر المناسبة. See you.